احلى تحيه لكل اللي بيشوفوني. معاكم حسن التوني، وكل سنه وانتم طيبين يا اخواتي. عيد سعيد عليكم على الامه الاسلاميه جميعا. طبعا العيد ناقصه فرحه جامده نتيجه الحروب اللي حوالينا، وبندعي دايما ربنا ينصر اخواتنا في كل مكان باذن الله. ريفيو النهارده مخصوص للعيد واللحمه، ومكان اتشهر جدا مؤخرا في الغورية بيعمل الاكل المصري الحرش بتاعنا. موجودين في قلب الغورية عند مطعم فوقش ابن سيد للطواجن، بيعمل شوية طواجن بقى ولحمة وكبدة وسجق. بقول لكم ايه، التجربة دي انا اتعذبت بسببها والله العظيم. مش هطول عليكم، عاوزين لايك وندعم المطعم لانه يستاهل يوصل لكل الناس، وشير لكل اصحابكم، ومتابعة طبعا لاخوكم حسن التوني. وتعالوا نشوف طواجن فوقش بتقولي. اول ما تدخل من المسجد الغوري اسأل اي حد هيقول لك فين المطعم بالظبط. هو قريب قوي من المسجد. المطبخ بتاعهم مفتوح، وريحة الحاجة مش طبيعية، وروايح رايقة من توم وسمنة ولحمة وتوابل، ولا ريحة الطواجن دمار يا اخواتي. تعالوا على طول اوريكم طبق اسمه كده فوقش كبير، بيكون فيه ربع كبدة وتمن سجق وتمن لحمة، وفي ميزان موجود طبعا على الحاجات دي. وعم فوقش صاحب المطعم كان موجود وقتها، وهو يا جماعة بيشتغل بنفسه وبيحب يدوق الحاجة ويشرف عليها. والحاجة بتتعمل بسمنة ريحتها جايبة اخر الشارع. وفكرة ميكس كل حاجة مع بعض بالبهاريز بتاعتها في قلب طاسة واحدة مليانة سمنة، ويرش كمان بقى توابل كده خاصة بيه مع ظبطة الملح والفلفل الاسود. كل ده على النار، مش قادر اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي وقتها. بعدها بينزل كل ده في الطبق بتاعك. المنظر يدروخ اي حد، وشكل الطبق كان جامد قوي والله. ولا الطواجن وريحتها. واخترنا طاجن اللحمة بالبصل، وطبعا ما ينفعش العيد الا بالفتة وعليها لحمة محمرة غرقانة في السمنة. ويا سلام بقى شوية الملوخية الخضراء وطشتها وهي بتتعمل كده قدامك على النار. وعم فوقش ينزل الملوخية على الطشة كده، الريحة بتضرب في النافوخ على طول. ظبطنا كل ده وقعدنا بقى. ايه الاوردر بتاعي يا سيدي؟ طبق بطاطس معاه ربع فرخة تكون صدر، عاملة 80 جنيه. شرب الكوارع سادة والدسامة اللي باينة على الوش بتاعها، وسعرها 15 جنيه. طبق رز ابيض سادة ومعمول لينا بالحب على شكل قلب، وسعره 22 جنيه. الملوخية في الطاجن الجميل بتاعها وسعرها 35 جنيه. ميكس فوقش اللي انا مستنيه بالبهاريز بالسمنة بالجمال ده كله عامل 275 جنيه. طاجن لحمة بالبصل وده عامل 160 جنيه. فتة اللحمة اللي متشوق لشكلها قوي عاملة 140 جنيه. ابتديت بالملوخية وهي سخنة كده على طول، قوام قوام يا سيدي. القوام بتاعها كان تقيل وحلو وطعمها رايق، فكتسخين كده هتتبسط بيها. وطالما في طبق رز بالشعريه وملوخيه ما ينفعش نفوت الميكس ده. معلقه ملوخيه بقى على الرز كده، والرز بالشعريه طعمه كان جامد قوي اكنك عامله في البيت بالظبط. نيجي بقى للفته اللي ما ينفعش نبقى في العيد وما نجربهاش. فته باللحمه المحمره في السمنه كده، الرز مع العيش المحمص مع اللحمه الدسمه، حرفيا من اجمل الفتات اللي اكلتها في حياتي والله. وما كنتش عايز اسيب الطبق من جمدانه. دمار في الخيال يا فوش، حاجه بيتي على الرايق. نيجي بقى ربع الفرخه الصدر مع البطاطس. حته الفرخه اللي سواها مظبوط ودايبه كده مع البطاطس بتاعتها، والله ما بجامل اكنك في البيت بالظبط. ولا لما تجرب بقى الرز مع البطاطس مع الفراخ، ولا اكن بيتهوفن بيعزف قدامك. نيجي بقى الميكس فوقش ده، انا كنت هموت عليه. خدت حته لحمه بقى وغرقتها في السمنه والبهاريز، ما بدهاش الليله خراب يعني خراب يا جدعان. وربنا ما طبيعي كده، انا كان هيجرالي حاجه من كميه الدسامه الغريبه وحلاوه الطبق. عالمي، دمار في الخيال بدون افوره. وكل صنف احلى من التاني، سواء اللحمه او الكبده او السجق. تحياتي يا فوقش، الطبق ده غير لي يومي ومودي بقى لفوق قوي قوي قوي. نخش بقى على طاجن اللحمه بالبصل، وانا عاشق للطاجن ده يا اخواتي. ولازم بالنسبه لي اللحمه فيه تكون دايبه على الاخر، والبصل مكرمل ميت بقى. طاجن كان فيه تقريبا 3 حتت لحمه كبار حلوين وغرقان في البصل بتاعه. ومن المنظر شكل البصل متكرمل صح قوي ومظبوط مع البهاريز واللحمه. مع تقتش وخدت اللقمه اياها. وعايز اقول لكم ده اجمد طاجن لحمه بالبصل كلته في 2024. من اول اللحمه اللي بتدوب، جمال البصل والخلطه بتاعته مع لقمه العيش، حاجه وهم والله. فعلا ما يتشبعش من الطاجن ده. وفضلت اكل فيه بعد التصوير. وقلت بقى التحليه تكون شوربه الكوارع، وكان باين عليها الدسامه. وبنصحكم دي ما تقربلهاش خالص لانها دسمه جدا وشاربه من الكوارع وواخده كل حاجه، يعني من الاخر واخده الزبد والخلاصه. فانت كده هتروح في داهيه. ما كانش ينفع اسيب راي عيد صاحبي في الاكل اللي هو داقه. هو ده عيد، ده عيد بأمانة الله. 100 100 والله. 10 على 10 اقسم بالله. والله العظيم جامده. اسالك سؤال محرج، فتة دي ولا فتة منطق؟
انت ايه بتحرجني؟ جايبك. لما قفلنا الكاميرا قال يا حاجه ان هو حب الفته دي اكتر من الفته بتاعتك، انا ماليش دعوه. خلاصه فوش بالنسبه لي المكان ده اللي هروح ليه بدون تفكير لما احب اكل نوعيه الاكل ده، من طواجن وطاسات كبده وسجق ولحمه، حرفيا يا اخواتي عالمي. ومن الاماكن اللي ممكن ما تكونش مطروحه في دماغك، بس بعد الفيديو ده واللي انت شفته ده انا بقول لك اجهز انت والرجاله وروحوا طلع هناك مش هتندم خالص. وطبعا ما كانش ينفع امشي غير لما اتكلم مع فوش شويه. تعرفنا باسمك؟ انا اسمي فؤاد سعيد، الشهير بفوقش ابن سعيد، ملقب بملك الطواجن. الحمد لله بيجي لي نجوم كتير الحمد لله، وبيجي لي ناس من كل حته في مصر. ما شاء الله. انا اصلا جنب الحسين هنا والغوريه وكده، بيجي لي حتى جانب كتير الحمد لله، ومن كل بلاد العالم الحمد لله. ليا زباين من جميع محافظات مصر الحمد لله. الحمد لله نعمه ربنا علينا. انا اول مره اجي له يا جماعه ومش اخر مره، هاجي هنا على طول بعد كده. بصراحه الاكل فعلا حلو قوي. قول لي، انا عايز اعرف، هسالك سؤالين، انت فاتح هنا من امتى؟ ده اول سؤال. تاني حاجه، ايه اللي يعني ايه اللي جالك اللي انت تفتح فوقش وتفتح اكل اصلا؟ جه منين؟ بص حضرتك، والله انا من وانا عندي 9 سنين وانا في الشغلانه ديت. بتطبخ يعني في بيتك؟ لا، انا من عندنا المطعم، يعني انا والدي اصلا مهندس ديكور. أوكي. وبعد كده لان انا بحب الاكل وهو بيحب الاكل وكده، ففتحنا من وانا عندي 9 سنين كده فتحنا بقى. وبعديها بكام سنه كده والدي توفى، وانا بقى ابتديت اكمل المسيره بقى واطور ووسعت المكان. لحد ما شفنا بقى الطواجن الحمد لله، والمكان بقى مشهور بفوقش الحمد لله. هو الحاجه كمان طعم الحاجه حلو وباين عليها الجوده، وان انت مش بتستخدم حاجه مستورده او لحوم مستورده. لا الحمد لله، انت كل حاجه بتتقطع قدامك وبتتعمل وبتتوزن قدامك، واللحمه بتيجي قدام الناس، والحمد لله كل حاجه واضحه يعني. انا مطبخ مفتوح. انا خدت بالي عشان كده كنت لما بتصور. انت كنت بتصور. السؤال ده ناس كتير بتساله ليا، انا اول مره وعايز اروح طواجن فوقش، تنصحنا بايه؟ والله بص، انا ما عنديش اصناف كتير، بس الحمد لله كلها مميزه يعني. هي كل حاجه الحمد لله يعني. انت لو بتحب الباميه هتدوها اجمد باميه، لو بتحب الكوارع هتدوها اجمد كوارع بفضل الله يعني. انا مش بتكلم، بس هي ده رأي الناس. انا شفتك كنت بتعمل لي الكبده او ميكس كبير اللي هو ميكس فوش ده، بتحط زي بهارات معينه. دي بهارات انت عاملها يعني؟ دي بقى سر الشغل. سر الشغلانه. والتتبيله برضو سر الشغل. انا مبسوط بيك جدا ده بجد، ومبسوط ان انا اول مره اجي هنا وباكل من اماكن تانية. بجد انت مكان اندر ريتد جدا، هتلاقيني كسبون بعيدا بقى عن التصوير، هتلاقيني موجود على طول، واتشرفت بيك جدا والله. كده خلص الكلام في الريفيو بتاع النهارده، وما يحلى الختام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. اوعوا تنسوا تذكروا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سلام.